تبقى صاحي ومفنجل وعينك دي تتدب فيها رصاصه تنقر الهدف من على بعد مليون ميل، ولو بتعرف ترمي ودنك هتسمع اذان الفجر. تلاقي نفسك هو ده الوقت اللي تلاقي نفسك عايز تكنف عظمك في نفسك كده وتتكنف، تبقى تدخل نفسك جوه قوقعه، تقوم شادد لحافك تقعد تفرك في عظمك كده تحس ان انت السرير وحشك، مع انك كنت عمال تفرك وتبرم. ومن المطبخ للحمام، ومن الحمام للبلكونه، ومن البلكونه للتلفزيون، ومن التلفزيون للكنبه، ومن الكنبه تعدل الراوتر، ومن الراوتر تحط الهاند فري والايربودز والايرمودز، وعامل شبه النحله. واول ما الله اكبر بتاعت صلاه الفجر، مع انك سهران من بدري، تلاقي نفسك بتقلك بقى ما كفايه بقى، همت شويه بدنك عليك حق يا جدع، نام والدفء، وتحس حد بيطبطب عليك، وحد بيسرح لك شعرك، حد بيقشعر لك جسمك، واللحاف اكن حد قريبك جاي من الخليج، واول ما تشوفها تقول حبيبي تقوم واخده في حضنك، وتحس ان في طاقه حب كبيره، وتحط عليك اللحاف، وفي ثانيه الا ثانيه الشيطان بيفوز باول جوله. الغلبان والغلوبه اللي بياخد من التمثيليه الحمضانه دي ويلاقي نفسه مجبور على اللي بيعمله، وما يقطعش على التمثيليه، وقوم حاطط اللحاف ويقول ماشي مش مشكله، لسه على الاقامه كتير. الفجر الوحيد اللي ما بين الاذان والاقامه 25 دقيقه، انا لو خطفت لي ربع وادي يا عم المنبه اهو، عشان اثبت حسن نيه تك ترتك صلاه الفجر وتعمل المنبه. بس شو بيعمل ايه في المنبه دوت؟ بيخليك ان انت بتكتب المنبه على الاله الحاسبه مش على المنبه ذات نفسه، تصحى تلاقي الرقم مكتوب على الاله الحاسبه. كسب الجوله الاولى وحطيت دماغك، والربع ساعه اللي كنت بتقول عليها يا دوب بس هخطفها كده على الطاير، وهو قاعد يا صلاه الزين يا صلاه الزين يا صلاه الزين يا صلاه الزين، هو ده اللي انا عايزه. ولا انت تشبل من ذاك الاسد، والاسد قاعد هناك عمال يعمل الزئير بتاعه وانت قاعد الربع ساعه، فجاه ايه ده؟ انا فين؟ انا ليه؟ انا ازاي؟ انا ايه اللي بيحصل معايا؟ الساعه بقت 12 الظهر، ولا 1 2 3 4 5 ما نعرفش. الوقت ده كله راح فين؟ انا كنت فين؟ كنت بتولع عليك نار هاديه وبتتسوى. تمثيليه حمضانه يا ابليس، مالك؟ صليتوا بينا على النبي بقى كده. في حد ياخد من التمثيليه الحمضانه دي ويضيع عليه جبل حسنات؟ ده غير بقى ايه يا معلمي، اقول لك كلمتين تاخدهم تعملش بيهم حاجه ما تخصنيش، ماليش فيه. ده انت بتخش تتوضى تاخد حسنات، تنزل كده وانت ماشي في حفظ الله، تروح تاخد الركعتين وتطلع طول اليوم انت عايش باشا، وفي بطنك بطيخه صيفي وقلبك عمران والدنيا. طب اقول لك على حاجه حلوه، انا في شقه تحت بيتنا قسما بعزه جلال الله من وانا صغير اجي طالع الشقه دي ما فيهاش حد، مجدداني من وانا صغير، منين ما اجي طالع اقوم حاطط شبشبي في ايدي مولع الاسفلت، بقلق منها في الدغري. ربنا جعل كلامنا خفيف عليهم. الشقه ديت مسببه لي رهبه، منين ما اجي اقرب منها ساعه ما عرفت صلاه الفجر وانا بعدي، ايه الدنيا؟ ايه حد يشوف حاجه؟ ايه فالتمثيليه الحمضانه اللي ابليس بيعملها عليك ديت من اول خطوه اقفشها. انت ربغطه اقعد كده استنى، شبه ما كنت بتسكرول شبه ما كنت بتفرك في البيت وعامل فيها دوده الاز، خليك زي ما انت على وضعك لحد ما تاخد الركعتين وارجع يا معلمي وانت في ذمه اللي خلقك، يومك جميل، حياتك بتضحك، القلب يفوت في الحديد. اوعى تفوت صلاة الفجر، ان صلاة الفجر هي بداية كل حاجة حلوة. بعد ما ربنا يوفقك ليها قول له الف حمد والف شكر ليك يا رب انك وفقتني للصلاة في الوقت اللي الناس بتفرك في جسمها، واخترتني من ما بين عبادك. طبعا ابليس قاعد دلوقتي متضايق مني، بس مش مشكلة، هروح اخصم معاه. بقول